عم بطاطا لذيذ ومعسل، نموذج إنساني كتبه جمال بخيت وغناه علي الحجار. فين النماذج دي تاني يا جماعة؟ كررتها. الكتابة يعني عن مثل هذه النماذج. لا هو بص، هو كل حالة قصيدة الحقيقة أنا بعتبرها بصمة ولا يجب أن تتكرر. يعني لأنه التكرار عمره ما بيبقى زي، أو النسخة عمرها ما بتبقى زي الأصل. ولذلك أنا الحقيقة يعني بواجه الحكاية دي طول عمري، إن أنا مثلا تنجح في فترة من الفترات، تنجح لي أغنية زي عود، فلاقي نص مطربين مصر اللي غناها احمد الحجار، لا هو اللي غناها ولحنها، الاقي كل المطربين عايزين غنوه زي عود. طب يا جماعه، ما هو انا لازم اروح لسكه تانية ولسكه اخرى، ما ينفعش اكرر زي اللي بيقول النكته فالناس تضحك فيروح قايلها لهم مره تانية. ما ينفعش تكرارها. وكل عمل فني لازم يكون له بصمه مميزه لا تتكرر في عمل اخر. الشاعر لما يبقى صحفي او الصحفي لما يبقى شاعر، بيفرق ايه مع الشاعر ويفرق ايه مع الصحفي؟ والله هو الشعر بيدي الصحفي الخيال، يعني بيديله خيال ورؤية واختلاف، غير طبعا انه الشعر بيدي الصحفي اللغة يعني والتمكن منها. انما اهم حاجة بيديها الشعر للصحفي انه بيبقى عنده زوايا التقاط غريبة على عالم الصحافة، بتجعله يعني مميز لما بيكتب صحافة. ممكن العكس، يعني ممكن تجربة صحفية تخليك تكتب شعر بطريقة مختلفة أو بإحساس مختلف. أنا هنا لو نقلنا بقى عملنا العكس، الصحافة بتدي الشاعر، بتديله إنه بيغوص طولا وعرضا وارتفاعا في المجتمع. يعني ما بيبقاش هذا الكائن الشاعر اللي عايش في برج عاجي وعايش مع الخيالات لا يعني بيبقى جزء من المجتمع. انا يعني عايز اقول لك مثلا، هقول لك حاجه، ما تقول لي بالتجربه. بالتجربه يعني كتبت ايه يعني ما هو متاثرا بحاجه. انا عارف انك في صباح الخير اشتغلت تحقيقات طبعا في صميم المجتمع. يعني ايه تجربه خليتك تكتب؟ يعني مثلا عم بطاطا اللي انت ذكرتها دلوقتي على سبيل المثال، نسمعها بقى، نسمع جزء. عم بطاطا لذيذ ومعسل، عمره ما طاطا لغير الله، لما الدنيا بتقسى يمثل انه خلاص سلم لقضاه. عم بطاطا يقول الراوي، خبى الحكمة في توب الحاوي، ينفخ ناره عشان افطاره وبنكتته بيداوي بلاوي. عم بطاطا بيمشي في حاله علشان رزقه ورزق عياله، غصب عنه يقف يتكتف بس بكيفه يفك حباله. عم بطاطا يزك الزكة، يعبر سينا ويفتح عكة، وبيصبر على الجار السو 50 سنة ويقول دول فكة. عم بطاطا جميل. ليه الشعراء بقوا يكتبوا مقالات؟ ليه الأبنودي بقى يكتب مقالات وليه غيره؟ يعني هل الصحافة بقت أكثر جذبا ولا عشان الشعر فعلا ما بأكلش عيش ولا إيه يعني؟ لا هو في وقت من الأوقات بيبقى التعليق المباشر على الحدث مطلوب، او الشاعر بيشعر مش عايز يحرم نفسه. انت عارف الشعراء بيتعاملوا دائما مع اللي نقدر نقول عليه الدائم والمستمر والاستراتيجي. يعني انا ما اتمناش كشاعر او اي شاعر كبير زي الابنودي وزي احمد فؤاد نجم وزي غيرهم وزي سيد حجاب واي شاعر كبير يعني من شعرائنا الكبار يحب ان قصيدته تعيش للأبد. طبعا انه ما يبقاش بيكتب القصيدة النهاردة على حدث معين بكرة ينتهي الحدث فتموت القصيدة. اللي بيحصل انه لما بيعيش مع هذه الحالة بيجد انه بتفوته اشياء كثيرة جدا بتحصل في الواقع وبيبقى مطلوب منه التعليق عليها. هنا بيلجأ للمقال، انه عايز يتعامل مع الحدث اليومي.
هو بيختزن هذا الحدث عشان هيطلع في قصيدة يمكن بعد سنة أو بعد سنتين بيختزنه، إنما في كلمة عايز يقولها في الوقت ده في اللحظة دي. فهنا مش هربط بين كل كلمة أنا عايز أقولها وبين الشعر، لأنه زي ما بقول لك ده هيولد شعر ميت، شعر لن يعيش. فبلجأ في هذه الحالة إلى المقالة الصحفية كشكل آخر من أشكال التعبير. فين الشعر السياسي يا جماعة؟ والله موجود، ويمكن احنا شفنا. أنا عن نفسي مثلا أنا عندي باب في مجلة صباح الخير اسمه باب مشاعر شاعر، وبنشر فيه لكثيرين من شعراء العامية ومن كل الأجيال. والحقيقة انه دائما عندي زاد من الشعر، في ابداع لسه. لا في ابداع، وفي شباب عندهم، انا ناشر لشباب عندهم 20 سنة. يعني مش بس طبعا في شعراء كبار، وفي من جيلي وفي من الاجيال اللي بعدي ناس كتير قوي متميزين. يعني حركة الشعر العامية في مصر من اغنى واثرى الابداعات. يعني المشكلة في المنافذ، يعني المشكلة في المناخ العام زي ما قلت لك. وبعدين مثلا انت هتلاحظ انه على النت بقى فيه ابتدت تظهر قصائد سياسية مباشرة وموجهة وعنيفة ومجهولة الاسم، يعني وكأنه خوف يعني من الرقابة او خوف من زي مثلا ما بيتقبض على بعض المدونين او شيء من هذا القبيل. ربما كان في حالة من الخوف يعني تخلينا نقول فين ايام يعني العشرينيات والثلاثينيات اللي ما كانش فيها هذا اللي ما كانش فيها انترنت ما كانش فيها هذا الخوف يعني. لا بس القصيدة السياسية يا جمال كانت موجودة في المنتديات في كل الظروف، وكانت موجودة في التجمعات، وكانت موجودة في الاجتماعات، وكانت موجودة في وسائل الإعلام. زخمها قل برضه. ما هو زي ما بقول لك يعني الوسائل الأخرى تطورت وبقت. يعني أنت النهاردة هتجيب أحمد فؤاد نجم في أمسية بيحضرها 1000 2000 3000 10000، هتجيب الأبنودي بيقول شعر في استاد هيحضروا 40,000 50,000. أي أغنية تافهة فيها واحدة بتتلوى عريانة هيشوفوها ملايين، والكلمة أنا بقول كلمة حرفية، هيشوفوها مش أقل من 100 مليون. فالمقارنة انت متاثر قوي بتجربه الفضائيات، يعني شايف ان الفضائيات طبعا انعكست على الابداع. هي على الاقل في المرحله دي. يمكن انا مش ضد التطور، يمكن يجي وقت نبتدي نزهق فيه من الاسفاف اللي عملته الفضائيات ونستخدم الجزء الايجابي اللي في الفضائيات. انا مش ضدها، بس وكل حاجه في الاول يمكن بتبقى تتجه الى التجاره والى الربح والى المكسب لحد ما يعني بتثبت شوية، وبيبتدي ناس يعني أكثر وعيا وأكثر فهما يفهموا الرسالة الخطيرة اللي ممكن تعملها الفضائيات دي، فيبتدوا. وفعلا احنا عندنا فضائيات محترمة يعني مما لا شك فيه انه في تجارب فضائية محترمة. يعني نتمنى ان مساحتها هي اللي تزيد وهي اللي تطغى، وبالتالي هيبقى فيها اهتمام 100% يعني بحركة الشعر. إنما اللي عايز أقوله الوضع لا يخص الناس يعني، وهذه شهادة حق لأنفسنا، لأنه الشعب وعايز أقول حتى مش الشعب المصري، كل شعوب الأرض هي شعوب تميل إلى الشيء الجميل، لأن دي الفطرة اللي ربنا خلق عليها البشر.